بصوا معايا على الجمال ده، مش هتصدقي الوصفة دي انا عملتها ازاي. تحفة. لو زهقتي بقى من الوصفات التقليدية للحلويات بقى والحاجات دي، تعالى انا هقولك على وصفة حلويات، حلى اقتصادي جدا 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 وطعمه خرافي. مش هيصدقوا دي معمولة من ايه اصلا. البطل بتاعنا النهاردة في الوصفة دي هي البطاطا. ايوه البطاطا، هنطلع منها حلق رهيب. شوفوا الطريقة معايا بالتفصيل، كملوا الفيديو لحد الاخر علشان تعملوها زي ما انا عاملاها بالظبط وتطلع معاكم حاجة كده وهمية من حلاوتها. هيطلبوها منك على طول ومش هيصدقوا ان دي المكون الاساسي فيها البطاطا. السلام عليكم، اهلا بكم يا حبايبي من كل مكان. معاكم جهاد الحديدي من مصر. اهلا بكم، نورتوني في قناتي. حبيت الاول اعرفكم بنفسي علشان نكون عارفين بعض كده واحنا مع بعض في الفيديو. اتمنى تدعموني بلايك اشتراك. تابعوني، شوفوا في فيديوهات تانية في القناة اتمنى تشوفوها ويا رب تنول اعجابكم. زي ما شفتوا معايا كده في الاول، انا جبت البطاطا بتاعتي قشرتها كويس جدا، وبعد ما قشرتها غسلتها، وبعدين ابتديت اقطعها كده بالسمك اللي انتوا شايفينه ده علشان هنسلقها بقى ازاي. جبت الحله بتاعتي كده، هضيف كوبايه، هضيف يعني حوالي ملعقتين كبار من السكر ونص كوبايه ميه او كوبايه ميه مليانه عادي جدا. بس كده هكتفي بالكميه دي، وبعد كده هاخدها على البوتاجاز. هسيبها لحد ما تتسلق. خلي درجه الحراره منخفضه او متوسطه عشان تتسلق براحتها وما تتحرقش منك وما تنشفش. لو حسيتي انها نشفت منك ممكن تزودي شوية مية قليلين جدا، بس انا عايزاها مهروسة جدا زي ما انت شايفة كده. بطاطا بيوري مهروسة جدا ناعمة جدا، وكمان هكمل عليها هرسها لحد ما تكون ناعمة جدا معايا. هو بمجرد كده ما بضغط عليها بالمعلقة بتتهرس معايا، مش محتاجة يعني هاند بلندر او محتاجة حاجة قوية يعني، لان انا سلقها كويس جدا يعني. واتأكدت انها اتهرست معايا وبقت ناعمة جدا زي ما انتوا شايفين معايا. هضيف عليها عندك سمنة بلدي، حطي ملعقة كبيرة من السمنة البلدي. انا كان هنا عندي سمنة اي نوع تاني يعني، بس ليه ريحة حلوة يعني، نوع حلو فادانا يعني نفس الطعم بتاع السمنة البلدي. وكمان ضفت معاها ورقة فانيليا، او تضيفي مثلا ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. وبعدين جبت الصينية عندي وفردتها كده في الصينية بدون اي اضافات، وسبتها بقى على جنب لحد ما تبرد. الخطوة التانية جهزت المهلبية بتاعتي. معايا اللبن وضفت عليها مهلبية، وكمان حلتها بالسكر زي ما انتوا شايفين، وبرضو هضيف عليها فانيليا. وصلتوا لحد هنا، وتنسوش تضغطوا على زر اعجبني. لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. هاخدها بقى معايا كده على النار. بص وصفة سهلة جدا، وهفضل اقلب في المهلبية لحد ما تربط معايا زي ما انتوا شايفين يعني، مفيش اسهل من كده. وبعدين ممكن يعني ما تسيبهاش تبرد، ممكن تسيبها تهدى شوية من النار، لكن ما تسيبهاش تبرد تماما علشان ما تمسكش في بعضها وتعرفي تنزليها على البطاطا بالشكل ده. انا نزلتها كانت لسه دافيه شويه، وفردتها كده ونزلتها كلها على البطاطا معايا بالشكل ده وفردتها. وهسيبها على جنب لحد ما احضر المكون الثالث او الطبقه الثالثه اللي هضيفها على الوصفه دي، وهي طبقه الكراميل. جبت كده معايا كوبايه مليانه من السكر، وهرفعه على النار على درجة حرارة منخفضة جدا جدا علشان ما يتحرقش منك الكراميل. وما تحركش بالمعلقة تماما الا لما يبتدي يسيح معاكي كده. وبعدين لما ساح معايا بالمنظر ده، السكر كله داب زي ما انتوا شايفين، هتضيفي عليه مكعب زبدة او ملعقة من السمنة. انا ضفت برضو ملعقة من السمنة من نفس نوع السمنة اللي انا كنت حطاها على البطاطا في الاول. يعني لو مش متوفر عندك زبدة ينفع تستخدمي سمنة، مفيش اي مشكلة. وقلبت السمنة مع الكراميل زي ما انتوا شايفين كده بعد ما ساح. وكمان عندي هنا كوباية من المية عليها ملعقتين من النشا، وهاخدهم على النار وهفضل اقلب 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 لحد ما الكراميل بتاعي يوصل معايا بالشكل ده. وصفة سهلة جدا جدا للكراميل. هتكون بقى البطاطا بتاعتي بردت والمهلبية كمان بردت، وبعد كده هضيف الطبقة الثالثة وهي الكراميل.
اعملوها يا بنات والله العظيم بالطريقه دي. بصي يعني لو شفتوها كده هتفتكروها شبه الكيكه، شبه الجاتو، يعني حلق رائع بمعنى الكلمه واقتصادي، يعني مفيش فيه اي حاجه ومش مكلف خالص. وبصي هتاخدوا منه طعم حلو، هتاخدوا منه قيمه غذائيه، لان احنا حاطين البطاطا. طبعا البطاطا دي انتوا عارفين فوائدها الغذائيه كبيره جدا. خلاص كده هتسيبيها تبرد، ممكن كمان تحطها في التلاجة ساعه او 2 وهتبتدي تقطعيها. بصوا يعني الشكل اكيد بيتكلم عن نفسه، مش محتاجه اوصف فيها اكتر من كده. جميله جدا جدا يا بنات، واطفالكم هيحبوها. لو الاطفال عندكم مش بيحبوا ياكلوا البطاطا، عشان بقى تخليه ياكل حاجه فيها قيمه غذائيه تفيده وتفيد صحته، اعملي الوصفه دي. بصي هيطلبوها منك كل شويه. وبعدها بساعة او 2 بعد ما بردت تماما زي ما انتم شايفين معايا يا بنات، اتقطعت وطلعت القطعة معايا بكل سهولة. بصوا يعني رهيبة، يعني لو مهما اوصف لكم في طعمها وجمالها وقد ايه خفيفة وطعمها حلو ومغذية مش هقدر اقول لكم. يعني بصراحة يعني لازم تجربوها بنفسكم وتقولوا لي رأيكم. ولو وصلتوا لحد هنا اضغطوا على زر اعجبني والوصفة عجبتكم، شاركوا الفيديو ده مع حد من اصحابكم، وشاركوه بقى على كل مواقع التواصل الاجتماعي علشان القناة بتاعتي والفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد من الناس. وشكرا ليكم ولكلامكم الحلو وتشجيعكم، بجد كلامكم الحلو وتشجيعكم ليا في الفيديوهات اللي فاتت، يعني هو ده اللي بيحمسني وبيخليني استمر ان انا اقدم لكم فيديوهات اكتر. والله العظيم يا بنات انا بفضل اقرا في التعليقات بتاعتكم، ما تتصوروش فرحتي بتكون قد ايه. والله انتوا بتشجعوني ان انا اكمل. والله ساعات بيجيلي احباط وساعات بكسل كتير اصور، لكن ما بقرأ التعليقات بتاعتكم بتحمسوني. والسلام عليكم.